اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في برنامج شيكو ابن اللعيبه وال30 مصيبه. بجد يا جماعه ربنا يستر عليا النهارده والله العظيم. النهارده يا جماعه هنعمل مصيبه مع احمد العسوي. قلبي يا ناس مليان احساس. ربنا يستر يا جماعه، وربنا انا حاسس ان انا ساند على حيطه مايله وهتغرقوني. طلعوني فاصل يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه. ورجعنا تاني اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ومعانا النجم الجامد قوي اللي انا بحبه، حبيب قلبي احمد العسوي. منور الدنيا يا ابن خالتي. ازيك يا شيكو؟ ربنا حبيب قلبي، عامل ايه يا ريس؟ الله يخليك. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. والمصحف انا مبسوط ان انت معانا النهارده، وحاسس ان هي هتبقى حلقه حلوه بس حلوه اخر حاجه. تعجبوني يا رجالتي. وسع بقى يا ابن انت وهو. ايه الجمال ده يا عم، وايه الكليب الجامد ده؟ هو الطبيعي لازم الفنان يبقى فيه شويه تغيير. يعني اي كليب بيتعمل ما يبقاش كله سيمتريه واحده. تمام. مثلا في الشكل، في اللبس بتاعه، في الغنى بتاعه، في شكل الفكره اللي بيعملها المخرج. فالحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا ناخد وسع بقى في حته ثانيه، رغم الاغنيه اللغه بتاعتها شعبي شويه، لكن خدناها. بالله عليك مين اللي قال لك تصور الاغنيه دي؟ لا انت بصراحه اصريت على عيني. طب بقول لك ايه، عايزين نسمع بس. وسع بقى. نسمع وسع. يلا كبير. وسع بقى يا ابن تسوق، الرجوله مش عايزه لو. وسع بقى يا ابن تسوق، الرجوله مش عايزه لو. مش بعرض ولا بطوله، يقولوا يا ابني ما يقولوا. مش بعرض ولا بطوله، يقولوا يا ابني ما يقولوا. اهدى يا ابني بقى شويه، خف هتعوم على الميه. المهم والاهم، المهم والاهم. يا لهوي. اعزائي المشاهدين ورجعنا تاني بعد الفاصل، ولسه الحلقه سخنه ومولعه نار مع حبيب قلبي وابن خالتي احمد العسوي. حبيب قلبي حماده، بقول لك ايه نجم النجوم، انا عايز اسالك سؤال بقى بجد. يعني اتفضل. انت ليه بتشتغل في شارع الهرم؟ يعني ايه السؤال ده؟ يعني انت يعني دلوقتي يعني ليه بتشتغل في شارع الهرم؟ يعني لسه ليه مكمل في شارع الهرم؟ يعني مع ان شارع الهرم خلاص خلص يعني. ده ما خلصش ولا حاجه. إزاي؟ هو بس ظروف الثوره اللي هي عكست الشغلانه شويه، وفي كم محل لما ولعوا ايام 25 يناير رفضوا التجديد وطلعوا بابراج، انما لسه في شغل ولسه في كم محل شغالين، ودلوقتي برضو على البحر دلوقتي في مراكب يعني انت حاسس ان لسه موضوع السهر والغنى بالليل والحاجات دي لسه طبعا موجوده؟ طبعا. اصل شارع الهرم ده يعتبر مزار سياحي يعني. انا عايز افهمك بس اللي شارع الهرم ده يعتبر تاريخ لاي فنان يشتغل فيه. تمام. احنا بنروح بنعمل ايه؟ بنمسك المايك وبنغني. اوكي. يعني لو انا قلت لك على العمالقه اللي اشتغلوا في شارع الهرم، في ناس كتير قوي ما تعرفش الجيل دوت. من اول حوريه حسن، من اول عبد المطلب لحد عدويه، لحد حلمي عبد الباقي، حسن الاسمر، الله يرحمه، عمرو دياب، ايهاب توفيق، كل الناس دي، حكيم. كل الناس اشتغلت في شارع الهرم. طبعا. لا انا ما انكرش ان انت ميجا سوبر ستار شارع الهرم، بس انا شايف ان انت يعني عايز، والدنيا متغيره برضو وانت مش عايز تطور. يعني انت طورت وعملت كليب اوكي لطيف جميل، بس انت مش عايز تركز برضو في حته الافراح لا والله انا مركز فيها والحمد لله ربنا كرمنا فيها، وبس ده برضو دي مسؤوليه. يعني انا ورايا ناس، ورايا فرقه، ورايا شعب، واخد بالك. لو انا قعدت بقى عملت فيها زي النجوم الكبار، قاعد مش هفضل قاعد جنب التليفون مستني الاوردر ومستني المتعاقد ده يكلمني، وانا ربنا فاتح لي باب بنزل فيه شغال فيه كل يوم، واخد بالك. انا مش ببص لنفسي بس، انا ببص للناس اللي ورايا. لو انا عايز اعيش اديني فرصه بقى اتكلم، عشان انت بتخطفني كده. اوكي تمام. واخد بالك، سالتني السؤال فاديني مساحه اللي انا ارد عليه. اتفضل يا كبير، اشرب العصير. شارع الهرم بالنسبه لي ده باب رزق ليا وللناس اللي ورايا. اوكي. لو انا اهتميت بسكه الافراح، ما فيش افراح ما بتشتغلش، ما بتاخدش في الشهر كل يوم تشغل افراح. صح. ممكن في الاسبوع اوردرين 3. طب الناس دي هتعيش ازاي وانا ربنا فاتح لي باب رزق؟ بس عايز اقول لك حاجه، معلش انت بتقول لي يعني اديني فرصه اتكلم. في ناس شغاله كل يوم، انت مش شغال. الله يسهل لهم، الموضوع الله يسهل لهم. دي ارزاق. انا شغال في الهرم كل يوم، هم بينزلوا كل سنه. الجندول بتاعك؟ لا طبعا الجندول مش بتاعي. عسوي الانكار مش هيفيدك. لا خالص. وبعدين ما ينفعش العسوي يكون غير فنان بس، ما ينفعش يبقى صاحب محل. بأمارتي ابقى صاحب محل. تمام. ده شق تاني، موضوع خالص في المهنه.
انا ما اعرفش ادير حاجه زي كده، انا اعرف ادير المايك بتاعي بس. يعني شايف الغنى الشعبي دلوقتي واصل لمرحله، انت برضو يعني انا ايه دليل على كلامي اللي انا بقوله لك ان انا قلت لك عايز حاول بقى تقدم من نفسك، يعني حاول ما تبقاش روتيني كده. لا يعني انا اقول لك على حاجه بس، اسمعني بقى، اسمعني بس، اسمعني اكمل سؤالي، يا حبيب قلبي اسمعني، اكمل سؤالي بس يا حبيب قلبي دي اسمعني، فرصتي ان انا اتكلم معاك. حبيب قلبي اسمعني، انا بكلمك بصراحه. انا قلت لك غير من نفسك، وقلت لك اعمل وسع بقى يا ابني انت وهو، قلت لك واكب الجيل اللي طالع، واكب افراح انت مصر تعمل مواويل وحاجات تناسب السهر وبتاع بالليل. يا حبيبي اسمعني خالص، انت بتتكلم غلط على فكره. ازاي؟ انا بعمل موضوع، لازم الموضوع ده يبقى فيه رساله. هو الغنى ده غنى وخلاص؟ انا بعمل موضوع زي اغنيه اشرب، فيها قصه وفيها حوار، لازم تطلع من الاغنيه دي بحاجه. لما اغني الف حمد والف شكر يا رب، قصه وفيها حكايه. انما الشغل اللي هو بتاع الحرافيش اللي شغال دلوقتي انا ما اعرفوش. انت عايزني اتطور يعني البس يعني لك قط يعني، ولا مش عارف اعمل لك ايه يعني؟ لا انت بتقول مش عارف اطلع لك على المسرح لابس شورت. ما انت بتغني ده التطور بتاعكم. اشرب يا ريس، يعني انت برضو فاهم يعني. اشرب ايه؟ اشرب ايه؟ اشرب. لا اشرب ايه؟ بقول اشرب وقول لي طعم المر ايه؟ عمال تسقيني وانت ما بتشربش ليه؟ لازم تشرب معايا عشان تحس بيا. انت ما سمعتش الاغنيه بقى؟ ايوه لازم تشرب معايا عشان نبقى احنا برضو عاملين نفس الدماغ خالص. وتبقى السيجاره واحده سيجاره ايه يا ابني؟ انت رايح في سكه غلط خالص. وبعدين التطور في الفن ازاي يعني؟ التطور في الفن ازاي؟ طب استنى في موجه طالعه دلوقتي. لا اديني فرصه. لا ثانيه، مش هكمل معاك لو ما اديش فرصه ان انا اكمل. بس يا عم افهم بس. لا معايا على لا ماليش دعوه بالمخرج. ثانيه واحده، انت سالت سؤال لازم اخد حق الاجابه فيه. فاصل يا جماعه. استنى فاصل مين يا عم؟ ايه يا عموره؟ ايه يا حبيبي؟ ايه يا ريس؟ تمام حاضر. هو جاهز طيب؟ هخليه يسقف له هو. مين يسقف يا ابني؟ داخل علينا هو؟ ده عبيط ده ولا ايه؟ طيب جهزه يا ريس وقول لي وانا خلاص انا بظبط اهو مع العيسى وما تقلقش. يا عم العيسى هو في جيبي اصلا، ده حبيبي يا عم. يا عم هو هيفرح يا عم، انا اقول له جايب لك فرحين وبتاع ما تقلقش. تمام. طيب بقول لك ايه صاحبي وحبيب عمري، مين؟ عايز اقول منك طلب واحد بس صغنون قوي. اتفضل. بص يا قائد، المنتج بتاع البرنامج فاهم؟ واد مطرب كده قريبه بلدياته يعني فاهم؟ ماله خير يعني؟ عامل كليب جديد فاهم؟ فانت ايه قول له احسنت وبتاع، سقف له يعني لما يخلص الاغنيه. انا لا شفت حاجه، سقف له على ايه يعني؟ يا عم اسمع كلامي. مجامله يعني؟ يا عم الواد صوته حلو، اسمع كلامي بس ما تقلقش. شيكو اللي بيقول لك ابن خالتي ما تدمرش الرجاله دي، وربنا يعني بقى لها ده يا جدعان. تعبانين ولا مش تعبانين؟ انافق يعني ولا تعبانين ولا لا بالامانه؟ وربنا تعبانين. اسمع بس يا عم، وانا بقول لك ارقص له يا عم. عشان خاطري اقعد يا عم، عشان خاطري اوقف لي الحلقات وحياه ربنا. ماشي يا شيخ ماشي. صاحبي ربنا يعدي الحلقه دي على خير يا عم. والنبي عشان خاطري، انا غلطان انا جاي. والنبي عشان خاطري. ماشي. يا لهوي